مدينة الدار البيضاء، والذي خلف حتى الآن مصرع 4 أشخاص وجرح 57 آخرين. روبورتاج هشام شقدال وتحرير ليوسف الحميدي. الليل أسدل ستاره. عائلات وجيران ضحايا انهيار العمارات الثلاث ما زالوا يترقبون خروج ناجين من هذا الحادث المؤلم. رجال الوقاية المدنية ينتشلون الضحية الخامسة، طفل في 14 من العمر، فيما ازداد قلق أسر قاطن العمارات في ظل تضاؤل أمل بوجود ناجين. كل واحد شنو كيقول لنا، شي تيقول لنا باقا حيه الاخت ديالي وبنتها فنين فاطمه والمعروف في امل، تيقول لك مره كنعطيهم الاكسجين والماء، واحد تيقول لنا لا اله الا الله. من 2 ديال النص وهاد الترياب كاين من 2 ديال النص، خرجوا شي ناس والناس باقيين. هاد العماره هذه اللي كاينه هنا فيها 7 الناس باقيين ميتين ولداخل، وباقي واحد السيده هنايا وبولادها باقيين حيين من 3 ديال الصباح، وحنا واقفين وتنسمعوا فيها تهضروا مع والديها وعائلتها في التليفون. عمليات البحث متواصلة لليلة الثانية على التوالي. رجال الوقاية المدنية يعملون بجهد لإخراج ناجين من تحت أنقاض البنايات المنهارة. خرجت جميع الفرق المتواجدة بالدار البيضاء وتم التعزيز ديالها بوحدات جهوية ووحدات وطنية من الدار البيضاء ووحدة جهوية بمدينة سطات قصد التغلب على هذه الكارثة. اللي دار هذه الكارثة هو أنه لي فونداسيون أكيد 80 ولا 90% أنه لي فونداسيون ما استحملوش الثقل ديال الطوابق اللي كاينه الفوق، ومع الاسف انه قبل ما كتعطي اون سيرفاسيون كدار اون اكسبرتيز وكتشوف واش الاساسات كيقدروا يستحملوا هذاك لي بوا ديال لي زيتاج اللي غيداروا الفوق ولا لا. وكيل الملك لدى الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أعلن أن النيابة العامة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث الذي خلف أيضا 57 جريحا.